السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. الفيديو بتاع النهارده يا جماعة عظمة، هيعجبكم جدا. عاملين بقى محشي ممبار ومحشي بتنجان وعاملين حاجات تحفة. اللي لو انتوا لسه اول مرة تتفرج معايا على القناة، اتمنى ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان كل حاجة بعملها لكم توصلكوا اول باول. يلا بقى نسمي بسم الله وتشوفوا بقى الحاجات الحلوة ديت عملناها ازاي. انا الممبار دوت كنت جايباه من العيد وكنت منضفاه وغسلاه كويس قوي بالخل والليمون، كنت عيناه في الفريزر. فقلت بقى ايه نعمله بقى النهارده بقى كده. كان عندي عزومه حلوه قوي، بس هقول لكم ايه اللي حصل في الاخر. يعني حاجه كده ضايقتني في الاخر، بس هقول لكم هي ايه. عملت بقى على الممبار دوت. هجيب لكم بقى الطريقه من اول الخلطه بتاعته لغايه ما سلقته ازاي وحمرته ازاي وخيطته ولا ما خيطتوش. في ناس كتير بيخيطوه، انا ما بخيطوش يا جماعه. ودوت زي ما انتوا شايفين اهوت دوت المحشي البتنجان. كان تحفه، كان بصوا عامل زي الزبده، تحسي انت بتاكلي حمام مش بتاكلي بتنجان. من طعامته كده وريحته كان تحفه. قولوا بقى في التعليقات مين بيحب محشي الممبار، لان في ناس كتير بيقولوا لا مش بنحبه. وبرضه قولوا في التعليقات مين بيحب محشي البتنجان. وقولوا ايه رايكم بقى في الاكل بتاعنا النهارده. اول حاجه عملتها زي ما انتم شايفين اهوت، جبت طماطم وضربتها وحطيت طماطم وبصل وبنجرايه وضربتهم كلهم الاول على النار، وبعد كده حطيت معلقتين زيت، يعني لا 5 معالق زيت ومعلقتين 2 سمنه، عشان يعني لازم عشان تعملي محشي يكون حلو الادام بتاعه اللي هو السمنه والزيت يكونوا حلوين، يكونوا شويه محترمين، ما يكونوش شويه صغيرين. وسبتهم على النار بقى مع نفسهم. حطيت بس يا دوبك ربع معلقه سكر عشان يعادل الحموضه، والصلصه ما تعملش معانا ايه، ما تعملش معانا حموضه. خلاص سبت الصلصه بقى على النار بتستوي، كانت خلاص قربت تستوي يعتبر خلاص اصلا طفيت عليها. قمت جايه جايبه بقى الرز، جبت شويه رز كده محترمين لان انا عايزه اعمل المحشي الممبار دوت. واسيب شويه خلطه اعمل بيهم برضو ايه، شويه عندي برضو ورق عنب في الفريزر بكرم، افوت يومين كده واقوم جايه عاملاهم بيهم ان شاء الله. برضو هصور لكم ايه ليه فيديو. الرز زي ما انتم شايفين اهوت، قعدت غسلت حوالي 5 مرات لغايه ما الميه بتاعته كانت رايقه خالص. كان عندي خضره، ربطتين كزبره وربطه بقدونس وربطه شبت، مسكتهم غسلتهم كويس اوي وقطعتهم. وجبت قرنين فلفل برضو قطعتهم وحطيتهم معاه. الرز ده زي ما انتم شايفين صفيته قوي 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 من الميه. اهم حاجه تصفي الرز كويس قوي من الميه عشان الصلصه ما تبقاش معاكي تحسي الخلطه كده ايه فيها ميه كتير. لا صفي الرز كويس قوي، وبعد كده ايه انزلي بقى بالطماطم وانزلي بالخضره وانزلي بقى بالفلفل الاخضر. عندك قرن شطه حامي حابه تحطيهم حطيهم، عندك هريسه شطه برضو حطيها، يعني الشطه ديت اختياري. حطيت بقى الملح، شويه ملح برضو حلوين لان ما شاء الله كميه الرز عندي كانت كتيره. حطيت فلفل اسمر، حطيت 7 بهارات، حطيت شويه كزبره ناشفه، شويه كمون، شويه بابريكا صغيرين برضو، إيه فصين توم، جبت فصين توم ودقتهم، فصين توم خضر يعني، ومسكتهم دقتهم. وقلبت بقى ايه الصلصه. اهم حاجه تقلبي الصلصه كويس قوي. انا قعدت اقلب بس الطماطم كانت ايه، كانت سخنه قوي. كنت جايه فاصله الفيديو وماسكه بقى ايه بايدي بقى، مسكته ظبطته خالص. قمت جايه بقى جايه خلاص اللي زمان قلت لكم ان انا كنت غاسله الممبار كويس قوي. وقمت جايه شايله شويه من الخلطه، ما حطيتش الخلطه كلها اللي انا احشي منها الممبار عشان الخلطه ما يعني ايه، بحب الخلطه خلاص انها يعني مطلعه شويه على قد بس الممبار. وشويه تانيين سبتهم هوريهم لكم انا في العلبه عاملاهم ازاي. وبقيت بقى ايه بحشي الممبار. لو انا متمكنه من محشي الممبار، لو انت اول مره تحشي الممبار ممكن تحشيه بالقمع يعني، هيبقى اسهل لك. بالنسبه لحد اول مره يعمل محشي الممبار بالنسبه له بالقمع احسن اسهل خالص. انما انا عشان انا بحب محشي الممبار فبقى يعني وبعرف يتعمل ازاي، فزي ما انتم شايفين اهو. انا بقى بحب اعمل محشي الممبار جدا. يعني تقولي تعملي محشي الممبار ولا محشي مثلا كوسه ولا محشي ورق عنب ولا محشي كرنب، هقولك لا محشي الممبار. طب ليه؟ ده في تنظيف وكده. اقولك لا مش عارفه، يعني انا بستسهله في العمايل مش عارفه ازاي، مع انه برضه بياخد تنظيف كتير. بس انا بحب اعمله صراحه يعني بستسهله في العمايل عن المحشي الكرنب والورق العنب والبتنجان والكوسه. انتوا شايفين اهو. اهم حاجه ما تحشيش صابع الممبار قوي عشان ما يطقش منك. يعني انتوا شايفين اهو انا بحطه وبس بطبطب كده عليه اللي انا اوزع الرز فيه في كل الايه في كل الاتجاهات بتاعته.
انا هوريكم بس كده كام صابع، وبعد كده ايه هفصل الكاميرا واحشيه كله واوريكم وانا بسلقه عملت ازاي. مليكه طبعا زي ما انتم شايفين واقفه نفسها تلعب في اي حاجه. يا بنتي بعيد ربنا يهديك، مفيش فايده. دوت ممبار بقري مش جاموسي، فتحسيه اللي هو ضيق اصلا، فعشان كده انا بحشي من ناحيه، والناحيه التانية اقوم جايه برضو ايه حاشيه منها، عشان ما يحاول يعني ما يتفتحش مني او يتضغط مني جامد، لا بحشيه بالراحه خالص. شايفين؟ وبرضو بنفس الوقت ما بملاش الرز كتير. جبت حله بقى وحطيت فيها ورق لورا وطماطمايه وبصلايه حبهان، شويه ملح وشويه فلفل. اهم حاجه عشان ورق ايه الممبار يطلع معاكي حلو حلو، لازم تحط الحدق بتاع الشوربه، يعني بتاع الميه دوت تحط الحدق بتاعه، ولازم تحط لها الطماطم والبصل والحاجات دي عشان في نفس الوقت الممبار يطلع معاكي طعمه حلو وما يطلعش معاكي إيه، يعني طعمه مش حلو. ليه؟ لان ممكن لو انت حطيت الميه بس كده ميه ساده، الميه هتشد منه الحدوقيه وهتشد منه التوابل وهتشد مع منه كل حاجه، انما انا الميه بذات نفسها متبلاها، حاطه فيها الملح والفلفل وورق اللورا والبصلايه والطماطمايه والحدق بتاعها اللي هو الملح، مخليه الشوربه اصلا كويسه. فده بقى بيخلي طعم المحشي الورق المحشي ايه ورق عنب برضو محشي الممبار طعمه تحفه. انتوا شايفين اهو بقى، انا ما بخيطوش، انا الميه خلاص سخنت واصلا تعتبر بتغلي، اصلا كنت سايباها، انتوا تحسوا الميه اصلا كانت غاليه بقالها فتره. بس انا لما خلصت كميه ايه الممبار حشو يعني، اقوم جايه نازله فيه وهو سخن، ولا بخيطه ولا بقفله ولا اي حاجه. هو اول ما يتحط في ميه سخنه هو بيكش لوحده وبيقفل، يعني ما تخافيش انت ما تخيطتهوش الرز هيطلع من ناحيتين ولا لا، مفيش اي حاجه هتحصل. انا هوريكم دلوقتي وانا بعد ما اقلبه، هوريكم اللي هو اصلا قفل. شايفين؟ كنت انا بقى عندي كيلو لحمه، مسكته برضو سلقته زي ما انتوا عارفين. انا بغسل اللحمه الاول كويس قوي، واقوم جايه حاطه فيها كوبايتين ميه، وحاطه فيها الطماطم والبصل وورق اللورا، واسيبهم يغلوا قوي لغايه ما خلاص بقى غليوا. ما هو تقوم جايه بقى مزوده الميه بتاعت الشوربه على قد ما انا عايزاها. وكان في حته ركبه او حته ماسوره، انتوا مش عارفه انتوا بتسموها عندكم ايه، وسبتها بقى تتسلق فيها، كانت مطلعه شوربه يا جماعه تحفه. الماسوره ولما بتحطيها مع اللحمه بتخلي الشوربه ما شاء الله مليانه بهاريز اصلا. كانت خلاص اللحمه تعتبر خلاص استوت، دلوقتي انا كنت بشوفها استوت ولا لا. حالة البتنجان دي بقى اختي، يا ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها، هي اللي كانت بعتلي حالة محشي البتنجان ده. زي ما قلت لكم انا كان عندي عزومه النهارده، فانا كنت خلاص محتمله ان انا هعمل ممبار، لان الممبار اصلا يعتبر يعني سيد الطعام. فلقيتها هي بعتلي حالة المحشي البتنجان ده، هي عارفه ان انا بحبه، دوبك بس زودت له من الشوربه وشكرا على كده. شايفين كان اصلا لونه عامل ازاي؟ انا بوريكم بقى اللي هو اللي حلقت على محشي البتنجان اهوت على الحله، ومحشي الورق الممبار، وادي كميه الخلطه اللي باقيه زي ما انا وريت لكم، ما شاء الله عامله برده كميه كويسه، عينها في التلاجة يومين اتنين ان شاء الله. وقوم جايه بقى ايه عامله شويه محشي كرنب كده ومحشي ورق عنب، تغيير بقى. الواحد اصلا كان طالع من العيد زهقان مش عايز ياكل ولا لحوم ولا اي حاجه، قعدت فتره اعمل كريب واعمل شاورما ونعمل حاجات ايه نواشف كده، فقلت بقى خلاص بقى ايه ندلع بقى الاكل شويه وناكل بقى شويه محشي حلوين كده. قلت بقى هعمل ايه، هعمل مشروب ايه، اجيب حاجه ساقعه، لا نعمل مانجا بقى. كان عندي مانجا في التلاجة طلعتها قطعتها، وقمت جايه بقى ايه تعرفين احنا كلنا اصلا ده احنا في موسم المانجا اصلا، قمت جايه ضربها في الخلاط وحطها في التلاجة وسايباها. خلصت بقى سايبه الحاجه على النار، كان عندي حفله مواعين قلت اما اغسلها بقى كلها بالمره عشان الدنيا تبقى نظيفه. غسلت المواعين الحمد لله وسبت الحوض يتصفى اهوت، وقلت بقى اما املى القله دي القله دي يا جماعه انا اللي جايباها، انا اللي بشرب منها اصلا، انا بحب اشرب قوي قوي من الحاجات دي، من القله والزير والحاجات بتاعه زمان دي. بحس بصوا انا بحب اي حاجه بتفكرني بريحه زمان، بايام زمان، ايام ما كنا صغيرين كده بقى
ونشرب من القله بقى. ما كانش في ايام زمان كده الثلاجات بقى والكلام ده. الممبار اهو كان خلاص يعتبر اصلا يعتبر خش في السوا. انت عشان تعرفي الممبار استوى ولا لا، انت بتطلعي واحده كده وتحطها في طبق وتتك عليها بالراحه، ما تفتحهاش، تك عليها بالراحه خالص بظهر المعلقه. تطلعي شويه رز من جوه. طلعت شويه الرز لقيتهم طيبين خلاص، اطفي على الممبار وطلعيه، حطيه في مصفى كده يهدى، وبعد كده تحمريه. إيه لقيتيه لسه بينتغ برضو، سيبيه زي ما هو. زي ما انتم ملاحظين انا ما كنتش مغطيه الحله، سايباها يعني ايه تغلب براحتها كده، عشان ايه؟ عشان الممبار ما يفرقعش مني، لان لو غطيت الحله الممبار من ضغط السخونيه هيفرقع، او زي ما انتم شايفين هو اصلا يعتبر جلد، من ضغط السخونيه قوي هيفتح كده، يعتبر بقى يبوظ منك اصلا. خلاص هو كان هنا خلاص استوى. طلعت صبر لقيته ما شاء الله الرز اللي جوه استوى. قمت جايه بقى مطلعاه بقى ايه مع نفسه كده يبرد، وبعد كده ايه هنحمره. شايفين اصلا الشوربه اللي طالعه، الشوربه اللي طالعه من الممبار ما شاء الله عامله ازاي. في ناس بيحبوا يشربوها صراحه، بس انا لا، ما بحبش اشربها. وهقول لكم على طريقه تحمري فيها الممبار من غير ولا نقطه زيت ولا نقطه سمنه. هقول لكم عليها، كملوا بس معايا الفيديو للاخر عشان اقول لكم ازاي تحمروا الممبار من غير ولا سمنه ولا زيت ويطلع تحفه. انتوا شايفين ما شاء الله اصلا شكله يفتح النفس. انا يا جماعه بحب بقى الممبار والكرشه، القلب، الحاجات، بصوا الحاجات اللي هي كلها بتاعه المصمت ديت انا بحبها قوي، وبعملها برضو جميله قوي. خلاص بقى كده كنت طلعنا كل الممبار اللي في الحله ديت. انا هسيبها بس تهدى، واقوم جايه غسلاها ومصفي يعني ايه، وسايباها كده في جنب عشان ايه؟ الدنيا تبقى نظيفه، عشان لما ضيوف يجوا يلاقي الدنيا نظيفه وزي الفل. زي ما انتم شايفين انا عملت ايه، انا حطيت الوش بتاع الشوربه بتاعه الممبار. لما خلاص هدي خالص عمل الوش اللي هو الدهن فوق كده، طبعا عملت ريحه حلوه قوي من بتاعه الشوربه بتاعه الممبار. قمت جايه شايلاها بالراحه وحطاها في الطاسه ومحمره فيها ايه الممبار. يعني انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه. هتقولوا طب ما في ده سمنه، لا دوت وش شوربه الممبار. بيعتبر اصلا الدهن اللي في الممبار بيطلع في الشوربه. ده الوش، شلت الوش بالراحه بس بعد ما هدي خالص. طبقة يعني كونت طبقة يعني دهن كده على الوش بتاع الشوربة. قمت جايه شايلاها بالراحة وحطاها فين؟ في الطاسة. قمت جايه نازلة عليها بالبمبار. حابة انت تحطي سمنة براحتك. كان طعمه يا جماعة رائع والله العظيم، كان طعمه حلو قوي. قولوا في التعليقات بقى مين بيحب محشي الممبار. ولو انتوا من دولة عربية يعني او مش من مصر وعندكم الممبار ده اسمه ايه، عرفوني برضو، قولوا في التعليقات اسمه ايه. هو الفيديو بيتكلم عن نفسه يعني، مش انا مش عارفه اوصف لكم حلاوته. انتوا شايفين ما شاء الله كان عامل ازاي. انا خلاص بقى اهوت طلعته، حمرت الكميه اللي انا عايزاها، وحطيت بقى رششت عليه شويه ملح وفلفل كده حلوين، وخلاص بقى. وغرفت بقى الشوربه، وغرفت محشي البتنجان واللحمه الركبه دي اللي انا بحبها جدا. يعني عندي ما اكلش لحمه واكل اللي هي الركبه، هوريها لكم دلوقتي. تبقى كلها بهاريس كده، بيبقى طعمها حلو قوي. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ كان طعمها تحفه صراحه، كانت متضلعه. يعني انا بحب اللحمه اللي في الضلع قوي واللحمه اللي في الموز. وديت بقى هي دي الركبه. شوفوا البهاريز كانت من جوه عامله ازاي. ولي برضو في التعليقات لو في حد يعني ايه بيحب البهاريز بالحاجات دي زي. ده كان اكلنا النهارده، اتمنى يا رب يعجبكم، واتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. واتمنى لو انتوا اول مره تتفرجوا على القناه ما تنسوش انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان كل حاجه بعملها لكم توصل لكم اول باول.